الله واشهد ان رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. لينا طلبات ما يقدرش عليها إلا أمير المؤمنين. محتاج تجاوب على شوية أسئلة بسيطة، ومحتاج تتدرب تدريب جديد مناسب للنشاط الجديد. فأنت مدين لنا بحياتك الآن. أنا طلباتي محدودة وأنت تقدر تحققها. صوت عارفه كويس أوي. وكان عندي إيمان ويقين إن أنا هسمعه تاني. أول حاجة، إزاي هتخرج من هنا وترجع هناك؟ هتقول إيه للخليفة الجديد؟ نمير، إزاي هربت من الأمريكان؟ دي لوحدها بطولة، كوماندوز وأسلحة، وأمير المؤمنين من غير سلاح قدر يقتل ويهرب ويرجع محل حكمه. انتوا بتعتبروها عندكم معجزة، كرامة؟ فروسية، بطولة، رجولة. لكن حكاية الكرامة دي ملهاش علاقة بينا. احنا مش دراويش، واكيد انتم محضرين سيناريو. احكي لي. لا، ما عمك حسن ده حته من المكان اصلا. يعني عادل انت كنت عارف وسايبني؟ الله، وانت صغير. طب اعمل ايه بقى دلوقتي؟ يا ابني مش لما تلاقي مشتري الاول. قول لي بقى، انت عارف فين ما بين ابو الريش وجنينه نميش؟ ايه ده؟ قصه يوسف السباعي، ما هو كان ساكن هنا. لا ما اعرفش. ما تعرفش ابو الريش ولا ما تعرفش يوسف السباعي؟ اعرف يوسف السباعي وما اعرفش انه كان ساكن هنا. لا، لازم تعرف. تعالى بقى نتمشى لغايه شارع خيرت واكلك ايس كريم عجب. طب انت ما قلتليش برضو اعمل ايه؟ لا، انت تعمل اللي انت عايزه طبعا. يا مرحب يا مرحب بالعمر. شاي ولا قهوة ولا نقول حاجة ساقعة؟ في حد عندكم هنا اسمه وجدان؟ أيوة، بس ده سرح. سرح كيف يعني؟ أصل وجدان ده بكيف محدش يقدر عليه. ايوه يعني هيرجع. طبعا هيرجع يا بلدينا، بس بعيد عنك ملوش مطوة غير هنا. تمام، يبقى هقعد استناه لحد ما يرجع. هو عمل حاجة يا بلدينا؟ أنا عايز أقول لكم يعني ده غلبان وعلى باب الله. لا ما عملش، بس يخصنا. يخصكم ازاي يعني؟ أنا خاله. خلو وجدان؟ ايوه الحاج سيد خالد، وانا جد الله ولد عم المرحوم ابوه. ولا مؤاخذة يعني ايه اللي فكركم بيه دلوقتي؟ بالظبط، إحنا بقالنا 3-4 سنين معاه، عمرنا ما شفنا حد سأل عليه. سألنا عليه كتير من ساعة المصيبة اللي حصلت. أمه هتموت عليه، ما عرفناش مطرحه إلا النهارده. مصيبة؟ مصيبة إيه إن شاء الله؟ من ساعة العبارة بعيد عنكم. وجدي اللي هتقولوا عليه وجدان راح يستنى ابوه واخوه، ولما لقيهم في صندوق عقله شط وطار. همل الدنيا كلها، دورنا عليه قالوا هايم في الشوارع. خدوه مستشفى المجانين، قعد فيها شهر وهرب، وفضلنا ورانا والحاج سيد لحد ما قالوا انه موجود هنا. امه معانا ها برا في التاكسي قاعده هتموت عليه. ولولا أنها المشورة وإصراركم وضرورة وجود خليفة وأمير لما قبلت بها، وبناء على إجماعكم فأنا أميركم وخادمكم، فإن أطعت الله فيكم فانصروني، وإن خالفته فاعزلوني، والله المستعان والموفق لنكون خير خلف لخير سلف لأستاذي وسيدي أبو منصور المهاجر المصري. الله اكبر! الله اكبر! الله اكبر! الله اكبر! الله اكبر! وجدان أهو. وجدي، وجدي ازيك يا حبيب خالك؟
ايه اللي عمل فيك كده؟ يا ام وجدي، يا ام وجدي، جرجس انا سجعان، هات البطانيه عايز انام. بطانية ايه يا وجدي؟ انت هترجع معانا بيتك. هات جنيه. امك معانا بره يا وجدي، هتموت وتشوفك. هات يا جرجس البطانيه انا عايز انام. ولدي وجدي وجدي يا ضنايا. هات جنيه. روح مع امك يا وجدي. لا سيبوه على راحته يا جماعه. وايه اللي نسيبوها على راحته؟ ده ولدنا. ما قلناش حاجه يا عم الحاج، بس بشويش كده هطفش منكم تاني. خدوه واحده 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 يا ناس. ده حبي واشتياقي وشجوني ترارارارا انت يا جنة. شكلك فرحان. انا طول الوقت فرحان. طارق كساب طول الوقت فرحان. هابي طارق كساب's داي. ايه؟ صالحت جويرية؟ جويرية زميلة عزيزة، مفيش حاجة وبس؟ يعني لحد دلوقتي. أنا مش عاوزة علاقات في الشغل. الكلام ده حضرتك تقوليه لتلميذ في مدرسة حضرتك المديرة بتاعتها. أنا طارق كساب. وأنا صاحبة القناة. أنا القناة. أنا القناة. أي كلام في الشغل أقبله، إنما في حياتي نو نو. مدام، أمال كنت فرحان قوي كده ليه؟ زوجة رمزي عبد الستار أبو المنصور المهاجر هربت منه ووصلت بلدها وفي طريقها لمصر.